السلام عليكم. بعد سنتين من الغياب عن الدراما الرمضانية يعود الفنان محمد إمام بمسلسل جديد وهو مسلسل كوبرا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير مسلسل النمر في رمضان 2021. واليوم بهذا الفيديو راح أعرفكم على تفاصيل مسلسل كوبرا. بس قبل لا نبدأ الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بالقناة. مسلسل كوبرا هو من بطولة الفنان محمد إمام والفنان هشام إسماعيل والفنانة منة فضالي والفنان علاء مرسي والفنان محمد أسامة والفنانة دنيا ماهر والفنان محمد مجدي والفنان محمد ثروت والفنان محمود عبد الغني والفنان محمود البزاوي والفنان أحمد فتحي. وقد طرحت قناة MBC مصر برومو مسلسل كوبرا حيث يظهر الفنان محمد إمام في متاهة ويقرر الهروب وتبين أنه سيعيش في منزل مهجور، وعندما يستقر في المنزل يتحول إلى شخص دجال. وتدور قصة مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية حول الفنان محمد إمام وهو صاحب ورشة لإصلاح السيارات، حيث يواجه الكثير من العقبات في حياته ويتعرض لمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر. ومن الواضح أيضا في بوستر مسلسل كوبرا أن المسلسل سيكون مزيج بين الدراما والكوميديا زي ما تعودنا على كوميديا الفنان محمد إمام في مسلسلاته وأفلامه. وسيعرض مسلسل كوبرا على قناة MBC مصر، ولحد الآن ليس معروف عدد حلقات المسلسل، هل هو متكون من 15 حلقة أو متكون من 30 حلقة، ولكن الكثير من الأخبار تشير إلى أن حلقات المسلسل تتراوح بين 12 إلى 15 حلقة. ومسلسل كوبرا من إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد محمود أبو زيد. وقد صرح المؤلف أحمد محمود أبو زيد حيث قال إن الفنان محمد إمام يظهر خلال أحداث مسلسل كوبرا بدور رجل ابن بلد، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ويقع في خطأ ما بعد اضطرار الظروف إلى ذلك الطريق، ثم يحاول الدفاع عن الصح. وبس هاي كل المعلومات والأخبار اللي أعرفها حول مسلسل كوبرا. إذا عجبكم الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بالقناة.